ولد عز الدين أوناح يوم 19 من أبريل سنة 2000 في مدينة الدار البيضاء لعائلة شغوفة بالرياضة، وهو الابن الأوسط لأسرته المكونة من 3 إخوة. بدأ مسيرته في المغرب لاعبا لأكاديمية الرجاء البيضاوي ثم أكاديمية محمد الخامس، وبدأ بعدها رحلة أوروبية بدأت من ستراسبورغ الفرنسي عام 2018 ثم أفرونش في الدرجة الثالثة من الدوري الفرنسي، وأخيرا أونجيه الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. بدأ عز الدين أوناح عاشق المستديرة في 5 من عمره في حي للن مريم بمدينة الدار البيضاء قبل أن ترصده أعين أحد المستكشفين، وسرعان ما انضم إلى الفئات الصغرى لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي وشارك معه في مسابقة كأس دانون، وعمره لا يتجاوز 10 سنوات، ولعب ضمن فيه أقل من 13 سنة. وبعد بلوغه 15 عاما غادر أوناح نادي الرجاء الرياضي البيضاوي عام 2015 وانضم إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، حيث لعب هناك 3 سنوات قبل أن تفتح أمامه أبواب الاحتراف بالديار الفرنسية وهو في سن 18 من عمره، إذ وقع عقدا مع نادي ستراسبورغ سنة 2018. لكن الفتى المغربي لم ينجح في إثبات ذاته مع فريق الشمال الفرنسي، فلم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول للنادي. بعد فشل تجربته مع ستراسبورغ انتقل عز الدين أوناح إلى نادي أفرانش الفرنسي الممارس بالقسم الثالث في صفقة انتقال حرغشت 2020، حيث بصم على انطلاقة جيدة بعدما سجل هدفه الأول مع ناديه الجديد ضد نادي استاد بريوشان يوم 18 من سبتمبر 2020 في بطولة دوري الدرجة الثالثة الفرنسي. قدم أوناح موسما رائعا مع نادي أفرانش، وأثبت نفسه بصفته أحد نجوم الفريق على مستوى صناعة اللعب من خلال أظهر مهاراته الفنية في المراوغة والتمرير وتسجيل الأهداف. أيضا فقد لعب 27 مباراة بالدوري وسجل 5 أهداف، كما لعب 3 مباريات في كأس فرنسا. الأداء المتميز لأوناح مع نادي أفرانش دفع مسؤولي نادي أونجيه الفرنسي الممارس بدوري الدرجة الأولى إلى التعاقد معه يوم 14 يوليو 2021 بعقد مدته 4 سنوات. ولعب أوناح أول مباراة له بألوان نادي أونجيه يوم 15 من أغسطس 2021 عندما دخل بديلا لمواطنه سفيان بوفال الذي يلعب بالفريق نفسه في المباراة التي جمعت ناديهما بنادي أولمبيك ليون في مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى. وحينها ظهر أوناح لأول مرة مع نخبة كرة القدم في الدوري الفرنسي. أنهى أوناح موسم الأول مع ناديه أونجيه في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، إذ شارك في 32 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 2 آخرين، كما شارك في مباراة واحدة في كأس فرنسا. أداؤه المتميز مع أونجيه جعل نادي ليل الفرنسي يبدي رغبته في التعاقد معه، لكن هذه الصفقة لم تتم بعدما أعلن ناديه تمديد العقد لموسم إضافي حتى عام 2026. ارتفع تصنيف اللاعب المغربي الدولي عز الدين أوناح بشكل كبير بفضل أدائه في مونديال قطر 2022 الأخير. يجذب لاعب أنجل سبورتينغ كلوب الآن الأندية الإيطالية مثل نابولي وإنتر ميلان، مع أول مشاركة له على الإطلاق في كأس العالم. شهد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عاما ارتفاع قيمته الرياضية من 500,000 إلى 3.5 مليون يورو. أسد الأطلس الملقب برقم 8 من قبل المدرب الإسباني السابق لويس إنريكي، متعاقد مع إنجيه حتى عام 2026. لكن أندية البطولة الإيطالية في الدوري الإيطالي تبدي اهتماما كبيرا باللاعب الشاب. وفقا لسبورت إيطاليا يبدو نابولي متقدما على جميع المنافسين الآخرين، يليه إنتر ميلان. المدير الرياضي للإنتر جوزيبي ماروتا قال إنه مسرور بقدرة أوناح على إزعاج أو إعاقة مرور الخصوم حتى اللحظة الأخيرة من اللعب خلال لقاءات المغرب خلال مونديال 2022. تميزت هذه الكتلة الرياضية العالية بالفوز التاريخي للمنتخب الوطني الذي صعد الآن إلى المربع الذهبي ليصبح رابع أفضل فريق في البطولة.
ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس نادي إنجيه سعيد شعبان قوله أن هناك عدة عروض للاعب من جميع أنحاء العالم من الأندية الكبيرة إلى الوسائل، وقال إنها تأتي من كل مكان، إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا. رغبتنا في التوصل إلى اتفاق في يناير، لكن يمكننا الاحتفاظ به حتى نهاية الموسم.